يا سايح للقاء يسوع لا يهمك طعامك خبز الحياة ويرويك ماء ينبوع ويرويك طعامك ويرويك ماء الينبوع. يا سايح اترك واسلك في الطريق بثبات، وإن كان في الطريق اذكر من في حبك مات. اذكر من في حبك، اذكر من وإن كان في الطريق من في البؤ يضرب بعد قليل بالفرح، حفل عظيم على السحاب والسهران يلبس إكليل، والسهران يلبس حفل عظيم على سحاب والسهران يلبس إكليل. راح يعدلك مكان مشغول بقاله زمان قلبه متشوق، سعدك لو لقاك سهران، سعدك لو لقاك سهران، سعدك لو قلبه متشوق إليك، سعدك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أفكر حضراتكم إن إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع حياة القداسة، وقلنا إيه هي علامات القداسة. اللي ماشي في سكة ربنا كده في علامات موجودة فيه. فاكرين قلنا إيه؟ قلنا أول علامة كراهية الخطية، وقلنا أنواع من الناس: واحد بيحب الخطية ومش عاوز يبطلها، وواحد كاره الخطية بس بضعفه بيقع فيها، وواحد بياخد موقف من الخطية بيقول يا أنا يا أنتي، لأنك أنت وجودك معنا هلاكي أنا، فبيجاهد جهاد صارم ضد الخطية. وقلنا تاني علامة من علامات القداسة هي محبة الله.
اللي بيحب ربنا عايش في القداسة. مش ممكن إنسان ما بيحبش ربنا يعيش في القداسة. وبعدين قلنا اللي تسندها مخافة الله، اللي في قلبه قداسة، واللي دايما عامل حساب ربنا في كل تصرفاته وفي كل قراراته وفي كل معاملاته مع الناس. فيقول لك فلان ده بيتقي ربنا، في قلبه مخافة ربنا، يخاف صدقوني على القرش ساغ مش الجنيه. لو عليه حساب لا، يقول لك لا 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 لا، كل واحد ياخد حقه، ودايما يجي على نفسه مش يجي على الناس. يبقى قلنا أول علامة كره الخطية، 2 محبة الله، 3 كراهية. آخر حاجة الجهاد، أو سميناه جهاد التنفيذ. يعني أنا بحاول أنقل الوصية من الكتاب المقدس للشارع عشان أعيش بيها، بنقل الوصية من الكتاب المقدس عشان أخدم جوه الكنيسة، بنقل الكتاب المقدس في الشغل فالناس تبص فتمجد أبي الذي في السماوات، مش عشان أنا أبقى صاحب سمعة، علشان ربنا هو اللي يتمجد. ده اللي احنا قلناه، وهنكمل عليه النهاردة في التلت ساعة اللي جاية كده، ناخد برضو عنوان جديد. النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها حروب القداسة. إذا كانت رغبة ربنا إن احنا نعيش في القداسة، ففي حروب للقداسة هنعرفها دلوقتي. بس اللي أنا نسيت عشرتي مع ربنا، اللي انتوا بتقولوه صح. في تعريفات كتيرة قوي لحياة القداسة. أكتر تعريف لحياة القداسة بسيط ومن 3 كلمات، هو الوجود في حضرة الله. الوجود في حضرة الله. يعني لو الإنسان عايش مع ربنا، لو الإنسان شايف ربنا، لو الإنسان بيكلم ربنا، لو الإنسان بيتوب لربنا، لو الإنسان يستشعر وجود الله في كل تصرفاته، وهو بياكل وهو بيشرب وهو بينام وهو بيستحمى وهو رايح الشغل وهو راكب التاكس، تصوروا واحد عايش مع ربنا ازاي ما يكونش قديس؟ ازاي ما يكونش قديس؟ يعني كانوا يقولوا على ابونا ميخائيل ابراهيم كده، ان كان اللي يشوفه من غير، دي حصلت معايا انا ما كانش فيه صور لابونا ميخائيل ابراهيم، ما كانش فيه صور لابونا ميخائيل ابراهيم، بس كنا نسمع عنه ان في راجل قديس في شبرا. وانا كنت في يوم من الايام طالع من هنا وماشي كده وداخل ناحيه فصل مدارس احد في المعموديه، اجتماع لشويه ولاد كده، مش فاكر كنت بخدم ساعتها اعدادي ولا ابتدائي ولا ايه، وكان في اكليل. خلي بالكم انا ما شفتش ابونا ميخائيل في حياتي ولا اعرف ليه صوره. فوانا معدي كده كان في اكليل فيه 6 7 كهنه، فبعد ما عديت رجعت الشماس من الشمامسه الكبار، قلت له هو ده ابونا ميخائيل ابراهيم؟ قال لي هو ده ابونا ميخائيل ابراهيم. عرفته ازاي؟ لا باين في حاجه كده ما تتوصفش، راجل واقف بيصلي بقلبه ملوش دعوه باي حاجه حواليه. عشان كده اولاد الله ظاهرون. حياه القداسه تتشم، حياه القداسه تتشاف في ولاد ربنا. فانا عرفت ان هو ده ابونا ميخائيل ابراهيم. ليه؟ لان الراجل كان طول النهار عايش في الحضره الالهيه، يعني تحس ان في بالونه كده اسمها الحضره الالهيه هو عايش جواها، مش عارف يطلع بره ربنا. ياه للدرجه دي. والغريبه لما تكلمه كان ينتهي الاتضاع، يقول لك انا خاطي واكبر الخطاه واول الخطاه. امال احنا بنتفرعن على ايه؟ انا مش فاهم الحقيقه. نرجع لموضوعنا. النهارده هنتكلم على حاجه اسمها حروب القداسه. ايه اللي بيعطلني انا على حياه القداسه؟ الحقيقه كتير قوي. اول حاجه منه، اذا كان رغبه ربنا ان انا اعيش في القداسه زي ما قلنا نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم، يعني في ايه بتلزمني ان انا اعيش حياه القداسه، فربنا رغبته ان انا اعيش ايه في القداسه. في واحد تاني شغلته عاوزني اعيش في النجاسه او الدناسه. وعلشان كده اول حاجه بتعطل القداسه وعند اولاد ربنا حروب العدو الشرير، الشيطان حروبه صعبه.
من مراحم ربنا علينا عشان احنا غلابه قوي واغلب من الغلب. الحروب بتاعتنا خفيفه قوي، نكد في البيت يعدي، مش عارف حد ضايقني في الشغل يعدي، اضطهدوني شويه في الشارع تعدي. دي حاجات بسيطه قوي 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 قوي. الشيطان من شراسته والشيطان من قوته، المسيح قال لبطرس كده ان الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه، هيبهدلكم بس انا ماسكه. عارفين لما واحد يكون معاه كلب شرس او ذئب شرس بس هو ماسكه ومركب في بقه الجام؟ اهو ربنا عامل كده في الشيطان. الشيطان حروبه شديده، عاوز يفقدنا كلنا القداسه. ليه؟ لأن قلت لكم امبارح آية بتقول القداسة دي التي بدونها لن يرى ولن يعدوا، ما بيلاقوش اللي يدفنهم. والأغنياء زي ما قلت لكم وكلكم حافظين المزمور ده، من كتر غناهم وسمنتهم جحظت عيونهم، فابتدى يقع. هو فين ربنا؟ هو ممكن ربنا يكون موجود والظلم ده موجود في العالم؟ هو ممكن يكون ربنا موجود وفي واحد عنده 90 سنة عايش وعيل عنده 12 سنة يجيله مرض خبيث بيخلص عليه وبياكل فيه؟ فين ربنا؟ قولوا لي انتوا فين ربنا؟ يبتدي الشيطان بقى يقلب الإنسان على ربنا. تجربة في التانية في التالتة الإنسان يبتدي يشك في صلاح الله أو يشك في وجود الله، لدرجة إن أساف يقول زكيت قلبي بالنقاوة باطلا، يا خسارة الأيام اللي كنت بصلي فيها وبصوم. ده طلع إن يظهر كله أونطة. شوفوا وصل لدرجة إيه؟ شوفوا الشيطان يعمل في نبي إيه؟ يقلبوا على ربنا حتة قلبة، ودي اسمها قلبة التشكيك. فالإنسان يبتدي يضطرب ويسمع أخبار مزعجة، يقول لك فينه بقى؟ احنا قلت لنا في مدارس الأحد إنه محب البشر، قلت لنا إنه في مدارس الأحد آية بتقول إن اللي يمسكه بيمس حدقة عينه. الله، طب إزاي بقى؟ ما هو الناس أهي طيلانة وبتلطش فينا. ممكن بقى في أوقات معينة الناس تحس بالانزعاج، وعلشان كده أول ما أنت انزعجت وشكيت في ربنا أنت خرجت بره الحضرة الإلهية، فدون أن تدري خرجت بره القداسة. الحرب الثانية وهي أسوأ بعد التشكيك، التيئيس. صدقوني طبعا هو ممكن الشاب ده يسمعني دلوقتي أو يكون بيسمعني النهاردة. كنت في تليفون من الساعة 3 ل 4، مشكلة شاب إنه حاسس إنه مهما قدم توبة لا يمكن ربنا يقبله من كثرة الشر اللي هو فيه. وأقول له يا حبيبي ده ربنا جه علشان الشرير عشان يتوب، ودي خطية يهوذا، إن الشيطان حسسه إن تو ليت، متأخر قوي، والشيطان حسسه إن مفيش فايدة. اوعى تصدق عدو الخير. حرب مشهورة قوي، توب. المسيح يبقى قال لي وانا اللي زي يستحق يتناول. يا حبيبي انت شاب وربنا عارف خطاياك كويس قوي وبيحبك. طب انا اهو بسمعك وبحبك، انت حسيت ان انا قرفان منك، حسيت ان انا زهقان منك. اذا كنت انا محدود وبحبك ولو جيت لي كل يوم هقبلك، اشحال ربنا. يا خبر ابيض على مرار اليأس اللي كان هذا الشاب فيه. شاب في اول سنين جامعة في يأس عنيف قوي. الشيطان انا صدقوني بكلمه بالتليفون وانا شايف الشيطان عامل فيه كده، يعني ماسكه من راسه كده عشان ييأسني من ربنا ومن مراحمه، فافقد رجائي في القصة كلها واعيش بقى زي ما اعيش. ما هي خسرانة، هيبقى لا تحت ولا فوق، يبقى اعيش تحت بقى ما دام فوق مش مضمونة. خلاص بقى، لانها اسهل بكتير قوي. يبقى أول حرب ضد حياة القداسة هي حرب الشيطان المرة اللي عاوز يوقعنا في النجاسة. فأنا قلت لكم حربين بس بيعملهم الشيطان، حرب اسمها التشكيك وحرب اسمها التيئيس. دي أول حرب. طيب ما تقولوا لي انتوا حرب تاني ضد القداسة، اتفضل. لا ما دي بقى وراها الشيطان برضه، يعني ما هوش التشكيك افكار والتيئيس افكار. اليأس ده مش حاجه بنمسكها، ده فكر. لا غير حرب الافكار وحرب التيئيس.
حاجة تانية خالص كلنا عايشين فيها وغرقانين، كلنا عايشين فيها وغرقانين، بتطلعنا بره حياة القداسة. عارفين ايه؟ ملذات العالم. والملذات اللي مش وحشة، اللي مش غلط، بس الحقيقة لا، بقت واخدة مننا كتير قوي قوي قوي. مش الكتاب المقدس حذرنا وقال لنا شهوة العيون وتعظم المعيشة وشهوة الجسد؟ الحقيقة احنا واقعين فيهم. الحقيقة قولوا لي كده، هو الإنجيل بيحذرني أو يوحنا الرسول بيحذرني من 3 حاجات، اسمها شهوة الإيه؟ الجسد، وشهوة الإيه؟ وإيه التالتة؟ تعظم. مين فينا مش واقع فيهم؟ احنا عشان ما نغلبكش يا يوحنا بنقع في ال3 الحقيقة. شهوة الجسد، انت هتقولي لي على احلى طبق رز بلبن بتعمليه، وانت احلى صينيه رقاق بتعمليها، والناس تتكلم على الاكل كأن الاكل ده، مع ان الاكل ده البنزين يعني اللي بيمشينا، مش المفروض نفكر فيه قوي كده ولا نتعب نفسنا فيه قوي كده. لكن لا 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 لا، مين ده ما يحبش الاكل؟ وايش بقى اللي في الحلويات، وايش اللي في الحوادق، وايش اللي احسن؟ شهوه جسد اهي. طبعا في شهوات تانية للجسد، بس انا هتكلم على شهوه الاكل وبس. وايه تانية غير شهوه الجسد؟ شهوة العين وتعظم المعيشة. يعني ايه شهوة العين وتعظم المعيشة؟ العين تشوف، العين تغير، العين تقارن، العين تقول اشمعنى عندك ومش عندي انا، بالرغم ان انا اي كلام. وتعظم المعيشة ما بقاش في ليميت. يمكن دلوقتي احنا في ازمات اقتصادية ومش كل الناس عايشة زي بعض. الحقيقة في ناس في مصر مش لاقية تاكل او بتاكل بالكاد، بس في ناس برضو عايشة تعظم المعيشة، عايزة تعظم المعيشة. يعني كان زمان الناس بتشتري العربية، كانت مواصفات شراء العربية كده، يقول لك اشتري عربية فولكس خنفسة زلطة 40 سنة تجري على الأرض وما فيهاش رادياتير، يعني مش هتتخرم ولا تنزل مية، تبدأ هوا. العربية دي زلطة 40 سنة. النهارده أنا زهقت من العربية، هفضل راكبها بقى ولا إيه؟ مش كل الناس بتقدر تعمل كده، لكن الحقيقة في ناس غرقانة في كده، وبنغير حاجات لمجرد ان احنا زهقنا، بالرغم ان الحاجات دي بالنسبة لناس تانية ممكن تكون مش لاقيينها من اساسه. عايشين في تعظم المعيشة. الشيطان بقى هنا عارف ان دي نزعات فينا، الحقيقة ما بيجتهدش كتير، بس يقدم لنا شوية العروض واحنا نشبط فيها على طول. علشان كده ملذات العالم، خلي بالكم واحنا بنقرا دايما القراءات في قداس الموعظين بنقول ايه؟ لان محبه العالم عداوه لله، لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. ليه؟ طب بس بقينا نحبه قوي، بقينا ندور على كلمه الراحه، بالرغم ان الكتاب المقدس بيقول ان المتنعمه ماتت وهي. طيب انت لما نقول للواحده تعالي تتجوزي، عايزه تتجوز ليه؟ تقول عايزه الاقي واحد يريحني. مش موجود ده، الاوبشن ده مش موجود، الاوبشن ده مش موجود، لان فكره الجواز 2 بيتعبوا قوي علشان يقبلوا بعض، وبعدين 2 يتعبوا قوي عشان يتفقوا على طريقه واحده لتربيه اولادهم، وبعدين 2 يتعبوا قوي عشان يشيلوا القرش على القرش عشان يعلموا اولادهم. فالجواز من اوله ايه؟ لكن اللي عاوز يتجوز عشان يرتاح مش هيكمل، وما دام مش هيكمل يعني خرج بره دائره القداسه. اللي انا عاوز ايه؟ راحته. وانا هفضل مع ده على طول؟ هو يقول هو صنف واحد ما بيتغيرش، يعني 40 سنه هو مش مدرك، هو بيبتدي يفوق بقى ويبتدي يلخبط. يقول لك ده اي حاجه، ده بيدوا صلاحيه الترجيع دلوقتي، ما ينفعش نرجع. نقول لا ما ينفعش نرجع. طب ده في حاجات كده مش متظبطه، لا ما انت هتقبلها وهي تقبلك وتظبطوا بعض على بعض، ما عندناش غير كده. بس الناس من كتر ما بقت تطلب الراحه رفضت وصيه المسيح. ما انا ده اللي خرجنا بره القداسه، ان الست النهارده تيجي تقول لابونا ايه؟ احكي لكم اللي بيحصل، ما انتم مش غرب يعني. تقول لي بص، وخاصه بقى الثلاثينات دول، في الثلاثينات اللي في النص يعني، بص يا ابونا انا هقول لك حاجه، ودايما نقولها لكم دي بنوع كده من السخريه. اوعى تقول لي صليب، واوعى تقول لي احتمليه، واوعى تقول لي اعيش معاه. امال اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يعني؟ انت جايه تمليني اقول لك ايه؟ يعني جايه بتشرطي عليا اقول لك ايه؟ طب ليه تعب نفسك وجايه بتاكس لغايه هنا؟ ما هو اعملي اللي انت عايزاه وخلاص.
طب فين ما جمعه الله لا يفرق انسان؟ لو كان المسيح عارف ان هتجوز ده ما كانش قال الايه دي. لا، ايه بتقول ما جمعه الله لا يفرقه انسان. من طلق امرأته الا لعله الزنا. طبعا في حاجات تانية زي الخطوره على الحياه، زي الجنان، الكنيسه بتتصرف، لكن انا بتكلم على المبدا. هو بقى مبدا استسهال. هو انا لسه اتعلم اقبلها واتعامل اتعايش معاها وتقول لي فكر في النقط المضيئه ومش النقط المضيئه؟ لا، في طريقه اسهل. قص وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، ولا مش بيقولوا حاجه كده؟ شيل ده عن ده يرتاح ده من ده، حاجه زي كده. فبقت الناس مش عايزه الوصيه، امال الناس عاوزه ايه؟ الايزي واي، او يسموه الايزي جوينج، الطريق السهل او المشوار السهل اللي ما فيهوش تعب. بتكون النتيجه ايه؟ ان وصيه ربنا ما بقتش موجوده خالص خالص. ودي بتخرجنا بره القداسه، لان القداسه قلت لكم المره اللي فاتت عايزه جهاد نقل الوصيه. يعني الوصيه نعيش بيها، مش الوصيه نوعظ بيها. الوعظ سهل، انك تطبقها هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. طلب الراحه. الناس لما ربنا بيديها ما بقاش عندها سقف لطموحاتها الماديه خالص، ودي مشكله. تالت حرب تبعدني عن حياه القداسه، ان الانسان يكون ليه شركه مع الله ومع الكنيسه ويبتدي يبعد عنهم بالتدريج من غير ما يحس. مره بحجه المذاكره، مره بحجه امتحانات، مره بحجه ان احنا بنأسس بيت، مره بحجه اي حاجه. يبتدي الانسان يبعد عن الوسط الروحي. يبتدي الانسان يبعد عن ايه؟ وسط الروحي. وهي ما فيهاش اتنين، يا تخش الكنيسه وتشم بخور، يا تطلع الشارع وتشم عادم سيارات. تاني، يا تخش الكنيسه وتشم البخور، كون انك انت خرجت من الكنيسه قلت اصل هيقولوا ايه؟ ما كل اللي اتقال سمعناه، ده انا عندي موعظه، عندي مكتبه عظات، هيتقولوا ايه؟ ايه الجديد اللي هيتقال؟ ما احنا كلنا عارفين كل حاجه. لا، ما تضحكش على نفسك. كون انك خرجت بره الوسط الكنسي، انت بتبتدي بتغير من غير ما تحس، من غير ما تحس. وانا قلت لكم بدل المره 10، صدقوني الاب الكاهن بيشوف ابنه في الاعتراف من بعيد، بيبقى عارف حالته، لان بيبان على وشه هو بعد عن ربنا قد ايه او مقرب من ربنا قد ايه. مش مهم الخطيه اللي عاملها ايه. في واحد بيبقى عامل خطيه وخطيه وحشه بس جوه دايره ربنا وباين على وشه الانكسار والتوبه، وفي واحد يقول لك انا زي الفل، تبص في وشه تحس ان مفيش نعمه الروح القدس ولا نعمه المسيح على وشه. ابونا بيشوف الحاله بتاعت الانسان. ازاي دي؟ ابونا ما عندوش شفافيه، بس الحقيقه اللي جوه الكنيسه ريحته بخور، واللي ماشي في الشارع ريحته ايه؟ عادم سيارات، ريحته صعبه. علشان كده الغلطه اللي غلطها لوط واتحسبت عليه انه وقع في نمره 2 و3. اول حاجه ساب الوسط الروحي، قال لابراهام او قال لابراهيم عمه اللي خرج معاه وكانت عشرته معاه مع واحد قديس، قال له كفايه، انت من ناحيه وانا من ناحيه. فساب مين؟ ساب عمه اللي هو يمثل مين؟ حياه القداسه، وراح عاش فين؟ ملذات العالم. اسمها ايه؟ سدوم وعموره، اللي استباحت كل حاجه في الدنيا. وكان فاكر انه هينبسط في سدوم وعموره، وكانت النتيجه ايه لما راح سدوم وعموره؟ أسوأ نتيجة ممكن تتخيلوها، إن لما هرب من سدوم وعمورة وأخذ بناته معاه، بناته جات لهم فكرة إن يسكروا أبوهم ويزنوا معاه عشان يخلفوا منه، عشان هم مالهمش رجالة. عمركم شفتوا خطية أبشع من كده في تاريخ البشرية؟ مش أب يعتدي على بنته، ده بنت بتخدر أبوها عشان تخلف منه. حاجة ما تتوصفش. دي نتيجة إيه؟ ان ابتدى يحصل انحدار تدريجي بعد ما سابوا ابراهيم. اللي يسيب الكنيسة ويسيب تعليم الكنيسة ويسيب شركة الكنيسة ويطلع في الشارع ما يتنسقش الا العادم،
ما تفهمش نهايته هتكون شكلها ايه، بس اكيد مش حلوه. علشان كده مهما كبرتوا دوموا على سماع كلمه الله. مفيش حد فينا كبير انه يسمع ويتعلم مهما كان. ابونا لازم اسمع وعظه على الاقل كل اسبوع. اجتماع الخدمه العامه اقعد في مكتبي ولازم اسمعها، لازم، لان بالنسبه لي دي غذاء. هو انا اقول لكم كلوا وانا ما اكلش باي منطق ده؟ ولو ما لحقتهاش يا هسمعها يا هشوف وعظه تانية واسمعها، لكن لازم يكون في حد ادنى ان انا اسمع، والا انا نفسي هضيع. محتاج زيكم بالظبط. يبقى اللي بيخرج بره الوسط الكنسي بيضيع. عشان كده في اهالي ببقى مش عارف اعمل فيها ايه. اقول لها فين بنتك ما بتروحش مدارس الاحد دي؟ بقت تانية اعدادي وقالت انا ما بستفدش في مدارس الاحد والدروس ممله. ما هي لازم تقول كده عشان مش عاوزه تحضر. وانت عملتي ايه؟ اهي نايمه. يا خايبه، هي نايمه وانت خايبه. هي لو قالت لك انا ما بستفدش من المدرسه وما بحبش اروح المدرسه، هتقول لها خشي نامي ولا هتجبريها انها تروح؟ اشمعنى مع ربنا ما بنعملش كده؟ لا دي خيبه. طب ما معروف ان في سن المراهقه العيال تحب تطلع بره طريق ربنا. نوافقهم؟ لا نشجعهم، نقول لهم هنجيب الخدام ونشوف ايه اللي بيتقال وايه اللي مش عاجبكم. لازم لان البعد عن بيت ربنا هلاك. ما هو يا سفينه نوح انت جواها يا الطوفان هيبلعك ويغرقك. مفيش جدع فينا. اكتر 4 حاجات او اكتر 3 حاجات دلوقتي: حرب الشيطان، 2 ملذات العالم ورغباته وتعظم معيشة، 3 اللي هو عمل معادلة تخدر ضميره. يعني ايه تخدر ضميره؟ انا عايش بمبدأ يا ابونا جيب في الكتاب المقدس احب اطمنك، مبدأ اللي قاله رب المجد نفسه: اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو ده اللي ربنا قاله. ربنا قال لك ادفع الضريبه بتاعت قيصر. انت قصدك ايه؟ لا الحقيقه انا بصراحه انسان مش عقد قوي ومش مزيت ومش زي اللقباط كده المزيتين اللي لا انا احب ربنا بس لارج قوي. لا عامل كده يعني لا. بص انت لما تعرفني هتفهمني. ايوه يعني لونك ايه؟ يعني انا مع كل لون الحقيقه. في الكنيسه شماس، وبعد الظهر اي حاجه تاني. في ناس عملوا معادله كده ان ما دام دفع العشور ضميره بقى مرتاح قوي ان هو ده الابيض في حياته، نكملها اي لون تاني. ما دام دفعت العشور بقيت فلوس اعمل فيها اللي انا عايزه. لا، هنتحاسب على تعظم معيشه. فالانسان اوقات الرمادي ده ربنا يقول له ليتك كنت باردا او حارا. يعني اقول لكم مثل تفهموا يعني ايه ليتك كنت حارا او باردا. الايس كريم يتاكل ايه؟ حلو، عارفينها دي؟ ساقع مش كده؟ الايس كريم يتاكل ايه؟ ساقع. لو انا جبت لك ايس كريم محطوط في المطبخ بقاله 3 ساعات وسايح ولا خد ايس كريم، ينفع؟ ما يبقاش ايس كريم. طب الملوخيه تتاكل ايه؟ اكون بعسركم. الملوخيه تتاكل ايه؟ سخنه. تصور انا جبت لك ملوخيه مركونه كده بقالها 5 6 ساعات في يوم شتاء، بقول لك طبق ملوخيه بقى عاوز بقك، مش هتعرف تبلعه. احنا اوقات بنبقى عاملين زي الايس كريم السايح او الملوخيه البايته بره مش على النار، ملناش طعم. فالانسان الرمادي ده انسان مش حاسم، انسان مش محدد هو عاوز ايه، بس ماشي مع كل التيار. مات الملك يحيى الملك، يحيى الملك مات الملك. على كل عصر احنا بنزمر له. مش بتكلم على السياسه هنا، انا بتكلم على المبادئ. طب ازاي ده يعيش في حياه القداسه؟ ازاي ده يعيش في حياه القداسه؟ ما ينفعش يبقى نصك اسود ونصك ابيض. يا كلك ابيض يا كلك اسود. لكن اسود على ابيض والرمادي دي وفاكر ان دي الشطاره، الحقيقه لا. الوقت سرقنا بس انا عاوز اطلع بحاجتين. طب احنا اخدنا 4 اعداء
للقداسة، معايا فيهم وموافقني. طيب لو أنا عاوز أخش حياة القداسة إيه بقى متطلباتها؟ هقول لكم على حاجتين 2 واطلع عشان الاعترافات. أول حاجة اسمها التمييز، وتاني حاجة اسمها التخصيص، وهقول لكم التمييز في كلمة والتخصيص في كلمة. يعني إيه التمييز؟ الإنسان اللي عاوز يعيش حياة القداسة قبل ما يخطي خطوة لازم يكون عنده تمييز. المشوار ده آخرته إيه وهيوصلني لإيه، ده اسمه تمييز. أنا النهاردة أخدت قرار، القرار ده هيأثر عليا قد إيه. الإنسان اللي عاوز يعيش حياة القداسة عمرنا ما قلنا له اوعى تغير شغلك، لا، ممكن من حقه يغير شغله، بس اللي عاوز يعيش حياة القداسة زي ما بيحسب فرق الفلوس بين الشغلتين ايه، احسب كمان الشغلانة دي هتقربك من ربنا ولا هتبعدك عن ربنا، لأن كلنا بنتأثر وكلنا فينا جهاز عصبي فبنتأثر. فعشان كده لازم يكون عندي تمييز، عندي تمييز. أنا لو عملت الموضوع ده اخرته ايه؟ يعني انا اعرف بعض الناس رجال الاعمال ربنا يزيدهم، بس لدرجه بقوا يجروا مش قادرين يقفوا. يعني مثلا فتحوا فرع نجح، ففتحوا فرع تاني نجح، ففتح فرع تالت نجح، ففتح رابع خامس، بقت عنده سلسله من اي مشروع، من اي مشروع. صوروا بقى عنده 16 عين او 15 عين، لازم كل يوم يعرف كل عين جابت قد ايه فلوس وايه اللي ناقص وايه الجرد وايه، جايب مديرين بس ما بقاش ينام. في يوم من الايام كان بيصحى يقول تسبيحة نص الليل. طب ما كان كفاية فرعين ما دام مكفينا ومشبعينا وبنحوش من وراهم، ليه يبقوا 10 فروع؟ الانسان الروحاني المدقق بس هو اللي يقدر ياخد القرارات الصعبة دي، لكن معظم الناس ما بتقدرش تقاوم النجاح والمكسب الكبير. انا وانتوا كلنا تحت النير ده لو ما خدناش بالنا. واخدين بالكم انا عايز اقول ايه؟ فلازم يكون عندي تمييز دايما. المشوار ده اخرته ايه؟ الحياة اللي انا عايشها دي بالصورة دي نهايتها الابدية ولا بعد الشر المكان التاني؟ لازم يكون عندك تمييز. وانا بدخل ولادي في المدارس، المدارس دي منهجها ايه؟ في مدارس في مصر بتعلم الحاد. هل احنا هناخد موقف كاولياء امور ونقول لا؟ هو انت عشان مدارس فرنساوي جاي من فرنسا في مدرسه انترناشونال هنا تعلم الحاد؟ ولا خلاص عملنا ايه؟ تورطنا. احكي لكم على قصه قليلون عملوها. انسان انا اعرفه وانا استأذنت ان انا احكي بشوية تصريف، يعني اشترى مكان ما ممكن الاسرة تقضي فيها الويك اند، ومكان حلو قوي، وفي مكان كل الناس تشتهي ان هي تكون موجودة. المشكلة اللي حصلت ايه؟ ان اول ما اشترى المكان ده بقى فيه كده موتيف انه ايه؟ الناس تروح تقضي الويك اند في المكان ده. فلما راحوا يقضوا الويك اند في المكان ده ابتدى يحس بحاجة ايه؟ الولاد مش عاوزين نروح مدارس الأحد. ليه؟ عاوزين نروح المكان اللي فيه المية واللي فيه الشوي واللي فيه. نمرة 2، ابتدى الضعف يخش جوه الأسرة روحيا، فيقولوا له احنا بنقضي الجمعة والسبت، ما حبكش بقى نصوم الجمعة. يعني ليه نصوم الجمعة؟ الأول الكنيسة ومدارس الأحد. نمرة 2، بعد 3 سنين بالرغم انه هو نفسه كان يحب هذا المكان لان عمله طوبة اخذ قرار من وراء اسرته وفاجئهم انه باع المكان ده. ليه؟ لان حسب حساب النفقة عرف ان المكان ده هيضيع ولادي. ياه، ده كل الناس تشتهي، ده الناس بتخش على الاعلانات عشان تشتري، وانت اللي عندك هتبيعه. مادام هيضيع اولادي يتباع بكره قبل النهارده. مش كل الناس عندها القدره انها تاخد القرارات دي.